بقى مش هتكلم كتير في المقدمة. النهاردة هحكي لكم حكايتي مع السندوتش اللي انا عملته. تعالوا نشوف حصل ايه معايا والقصة بدأت ازاي. سلام على التمثيل اللي انا فيه. تعالوا نشوف الطريقة، استنوني. كوكينا اكلتك علينا. تعالوا بقى نشوف عملنا السندوتش الحلو ده ازاي. بس طبعا قبل ما نبدأ في الطريقة كالعادة يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا نشوف الطريقة. بصوا بقى. تعالوا بقى ايه نشوف ايه اللي انا جبته دوت. انا جبت سندوتش عادي دومتي، كله عارفه طبعا، بطعم الجبنة الكريمي وبطعم البرجر. كده تمام لحد دلوقتي خلاص. فتحته بقى وقلت اشوفه من جوه. فتحته لقيته عادي زي اكنك جايبه سندوتش من الفرن عادي. بس لما بقى شفته كده من جوه بقى اتصدمت من هذا المنظر. لقيت ما شاء الله لحسه جبنه. يعني بصوا، اول ما شفته حسيت جالي هبوط. ودخت كده وعايزه محلول الحديد بجد، يعني لو كلته هيجيلي هبوط. قلت اتصرف بقى عشان اقلبظه كده ولزلزه واخليه ايه يشبع بقى. رحت جبت جبنه تركي او رومي يعني زي بتقولوا. وطماطم وفلفل. طبعا الحشوه دي ترجع لك، ممكن تحطي بسطرمه، بيض، ميكس جبن، اي حاجه تعجبكم. تمام. رحت بقى حشيتها كده بقى ايه باي طريقه تعجبكم. حطيت مثلا الجبنه التركي الاول من تحت، وبعد كده الطماطم والفلفل، وحطيت تاني تركي وفلفل وطماطم وقفلته بالشكل ده. وبعد كده جبت ايه حطيت على البوتاجاز طاسه، وحطيت سمنه بلدي، قلت يعني عشان يبقى صحي، يعني بضحك على نفسي طبعا. ماشي. وطبعا استنيتها لما تسيح وتسخن جامد جدا جدا، وممكن تعملوها في جريل، بس انا طبعا كسلت اعملها الصراحه في الجريل. وضغطت على العيش كده بالشكل ده عشان احمصه من فوق ومن تحت، عشان اخليه كده مقرمش، عشان لما تاكليه يعمل خش 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 خش، يعني بسمعكم يعني صوت القرمشه. وحمصته بالشكل ده، بس طبعا طلعت عينه عشان يحرم يبقى فاضي تاني العيش، وخليته مقرمش والجبنه ساحت. وبس كده، دي كانت الطريقه. وعملت بقى كوبايه شاي كده بلبن، وحطيت وكوكيز وكلته بالهنا والشفا، والهبوط راح وحسيت براحه نفسيه. تعالوا بقى نشوف الختام، وعايزه اعرف رايكم في التصوير. كده تكون خلصت حكايتي مع الساندوتش. يا رب تكون القصه عجبتكم، واكون كنت خفيفه على قلبكم كالعاده طبعا، ولا ايه عندكم اعتراض؟ كانت معكم ايمان مجدي من قناه كوكينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.